ازيكم؟ تقدروا تقولوا ان الوصفه ديت من اسهل الوصفات اللي انتم ممكن تحضروها في رمضان، يعني وانتوا واقفين كده في المطبخ. مش هتاخد معاكم دقايق وهتكون جاهزه معاكم. هنجيب لفه من الجلاش او بما يعادل 500 جرام من الجلاش، وهنطلعه بس من الكيس، مش هنفرده ولا اي حاجه، ونقطعه بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها، ونحاول نقطع القطع كلها قد بعض. وهنجيب صينيه وهنضيف فيها 3 4 معالق من الزبده او من السمنه، بس نكون مسيحينها قبلها. وهنجيب الجلاش اللي احنا قطعناه ونحاول ان احنا نرصصه كله جنب بعض علشان يحافظ على شكله، ونقدر نطلع كده القطعة محافظة على شكلها. بعد كده هنجيب كوباية من الزبدة او كوباية من السمنة نكون برضو مسيحينها قبلها، وهنغلف بيها كل الجلاش. لازم نحط كمية كويسة من الزبدة عشان يستوي معانا كويس، وكمان ياخد لون حلو ويكون طعمه حلو ويطلع معانا مظبوط. وندخله بقى على فرن ساخن قبلها ب10 دقايق على درجة حرارة 180، ونسيبه نص ساعة او ممكن كمان نسيبه 40 دقيقة علشان نتأكد ان هو استوى كويس جدا، ويكون خد لون حلو من تحت ومن فوق ومن الجناب. يعني نسيبه كمان على نار هاديه، على حسب بقى الفرن عندكم هي درجه الحراره ايه. اهم حاجه يستوي على درجه حراره هاديه من الفرن. ما اول ما نطلعه وهو سخن هنحط عليه الشربات. طبعا كلنا بنعرف نعمل الشربات: كوبايه من السكر، كوبايه ونص من الميه، وعصره ليمونه. ونسيب بقى شربات كده هوت، يعني يكون وسط، ما يكونش خفيف اول يكون تقيل قوي. بصوا بقى يا جماعه، بجد مقرمشه جدا، طعمها حلو جدا، شكلها خطير، ما خدتش معانا ثواني، وهتعملوا احلى حاجه حلوه في دقايق. اشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.